إيداع المسمات مدامهم بن شقرون إيداع سجن أصيلة المحلي المخصص للنساء، وأيضا فصل المسطرة ديال الابن ديالها المسمى آدم الملقب إعلاميا بالملون إحالته على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. وسوف نلتحق الآن من أجل حضور مجريات تقديم والاستنطاق في حقه أمام السيد وكيل الملك. أما بالنسبة لهذه المسمات بن شقرون أو مدام بن شقرون فقد أصدر في حقها السيد الوكيل العام مشكورا بمحكمة السيناد بطنجة صك اتهام أحالها بمقتضى على السيد قاضي التحقيق هنا بالمحكمة السيناد بطنجة. وهذا الصك ديال الاتهام يعني اش غادي نقول لكم، حقيقة أثلج صدري، لأنه تضمن عدة مقتضيات من القانون الجنائي وكلها انصبت على الشكاية اللي قدمنا للسيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء. السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء أقول المحكمة الزجرية مشكورة للأستاذ الزواكي، وأيضا الشكاية التي قدمناها بالأمس للسيد وكيل الملك هنا بابتدائية طنجة الأستاذ المحترم الأستاذ الماحي، والشكاية التي تقدمنا بها أمام السيد وكيل العام الوكيل العام الأستاذ المحترم الأستاذ تادي. إذن أسفرت التقديم والاستنطاق ديال أمام السيد وكيل الملك صبيحة اليوم على الاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي للاتجار واستغلال دعارة الغير، الاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل الأصول، بمعنى هي لأنها بالتالي تعتبر من الأصول في إطار عابر للحدود. أعيد دعارة الغير، استغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل الأصول في إطار عابر للحدود الوطنية، والمشاركة في إنتاج ونشر وبيع وحيازة مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية أنشطة جنسية من شأن أن أحد الأبوين يلحق ضرر بالغ بأطفاله أو بأطفالهم، أو من شأن إظهار هذه الأنشطة الجنسية من قبل أحد الأبوين إلحاق ضرر بالغ بالأطفال نتيجة إعطاء القدوة السيئة في سوء السلوك والتقصير في الإشراف الضروري من ناحية الأخلاق. ثم تهمة أخرى بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. تهمة أخرى الإخلال العلني بالحياة عن طريق العري المتعمد، البداءة في الإشارات والأفعال، ثم أخيرا القذف والسب العلني، ثم العنف. الفصول المعتمدة في قرار الإحالة في المطالبة بإجراء تحقيق أو الاتهام الذي سطره السيد الوكيل العام وأحاله على برفقة المحقق معها المسمات مدام بن شقرون، أحيل على السيد قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مفصل حول كل هذه الاتهامات. المواد المعتمدة 448 الفقرة 1 3 4 5 من القانون الجنائي، المادة 503 المتعلقة بالدعارة، المادة 448 كما قلت سلفت الذكر المتعلقة بالاتجار في البشر، 482 483 المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، الإخلال العلني بالحياء، 442 443 المتعلقة بالسب والقذف العلني، ثم المادة أعتقد 447 جوج المتعلقة بالتشهير وبنشر الادعاءات الكاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. كل هذا الصك الاتهام الغني والطويل جدا يعني تحال على السيد قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق الآن وما غاديش نقولوا سرية البحث وما غاديش نعطيو الوقائع هذه فقط الاتهامات، ولكن التفاصيل مطبوعة بالسرية تترفع السرية. السيد قاضي التحقيق للإشارة استغرقت عملية التحقيق ما يزيد، راكم انتظرتوا هنا من الصباح تقريبا، يعني دازت تقدمات أمام السيد الوكيل العام مشكور واستنطقها وحال على السيد قاضي التحقيق اللي خدا تقريبا أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات من أجل الاستنطاق ديالها استنطاقا ابتدائيا، والآن أصدر قراره بإيداعها في السجن المحلي بأصيلة المخصص
للنساء، وقرر تأخير الملف لجلسة 25/11 من أجل استنطاقها تفصيليا، وبالتالي فتح المجال للجمعيات التي انتصبت في هذا الملف: جمعية مفتاح وحلول، جمعية متقيش ولادي لحماية الطفولة، وجمعية ائتلاف الضمير. يعني كل هذه الجمعيات التي تنصبت وتمثل المجتمع المدني تعطاها المجال والفرصة باش تنصب في الجلسة المقبلة ديال 25/11، وبالتالي يعني غادي تنصب وتسجل حضورها.